المغرب يواصل تعزيز قوته العسكرية وإسبانيا تراقب بقلق. صور حديثة التقطت بالأقمار الصناعية كشفت نشر المغرب لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتطورة سبايدر داخل قاعدة سيدي يحيى الغرب العسكرية قرب الرباط، في خطوة أثارت اهتماما واسعا داخل الأوساط العسكرية الإسبانية. المنظومة التي طورتها شركة رافائيل والصناعات الجوية الإسرائيلية تعد من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا، إذ تستطيع اعتراض الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة وحتى الصواريخ الدقيقة، مع قدرة على العمل في ظروف الحرب الإلكترونية ومدى يصل إلى 80 كيلومترا. هذا التطور يأتي ضمن تعاون عسكري متسارع بين المغرب وإسرائيل منذ تطبيع العلاقات بينهما عام 2020، حيث عززت الرباط ترسانتها بطائرات مسيرة ورادارات متقدمة وأنظمة مراقبة وتجسس، إلى جانب مشاريع لتصنيع التكنولوجيا العسكرية محليا. وترى تقارير إسبانية أن نشر سبايدر يمنح المغرب غطاء جويا أكثر تطورا في شمال المملكة وعلى مقربة من الضفة الجنوبية لأوروبا، ما قد يغير تدريجيا ميزان القوى في غرب المتوسط ومحيط مضيق جبل طارق. ورغم تأكيد خبراء استمرار التفوق العسكري الإسباني داخل منظومة الناتو، فإن التحديث السريع للجيش المغربي بدأ يفرض واقعا استراتيجيا جديدا تراقبه مدريد بحذر متزايد.